أما الآن فسوف نتعرف على أكبر مشاريع المغرب ضمن رؤيتها لعام 2030. في المرتبة العاشرة مدينة طنجة التك، هي المدينة التي ستحدث تغييرا كبيرا في اقتصاد المغرب 180 درجة. تم اختيار طنجة المعروفة باسم مدينة محمد السادس الصناعية لتكون قاعدة للتوسع كمشروع يغزو المغرب فيه أوروبا والعالم. تم الإعلان عن المدينة في بكين عام 2016، حيث تم الاستثمار بمبلغ يتجاوز $1,000,000,000 من قبل الصين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وأمريكا والاتحاد الأوروبي. بدأ العمل في المدينة بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2027. في البداية تولت شركة هاتي جروب المشروع قبل أن تنسحب في عام 2019 وتحل محلها الشركة الصينية العملاقة تشاينا كوميونيكيشنز. تم اختيار طنجة نظرا لموقعها الجغرافي القريب من أوروبا وللاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي تحتوي عليها مدينة طنجة. يتناول القسم الأول منطقة صناعية تبلغ مساحتها 947 هكتارا، حيث يتضمن تنوعا في الصناعات مثل صناعة الطائرات والسيارات والآلات والملابس والإلكترونيات. يتكون القسم الثاني من مساحة تبلغ 2210 هكتارات، ويخطط لتحويله إلى مدينة ذكية تضم مشاريع سكنية وترفيهية تلبي احتياجات السكان المتنوعة. يهدف هذا الجزء من المشروع إلى توفير مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات التي تعزز جودة الحياة وتساهم في إنشاء بيئة حديثة ومستدامة. من المتوقع أن تلعب مدينة طنجة التك دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الابتكار والتنمية الصناعية. بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تكون جذبا للاستثمارات الصينية الهامة، حيث من المتوقع استضافتها لأكثر من 200 شركة صينية متخصصة في مختلف الصناعات. تعكس هذه الخطوة التطلعات الاقتصادية للمملكة ورغبتها في تعزيز مكانتها كوجهة جذابة للاستثمار والابتكار في المنطقة. في المرتبة التاسعة مشروع مدينة صناعية بالقنيطرة، وهي مدينة صناعية كبرى يجري تطويرها في مدينة القنيطرة. من المتوقع أن يتم الانتهاء من المدينة في عام 2027، وستكون قادرة على توفير 1,000,000 فرصة عمل. ستكلف المدينة 10 مليارات دولار لبناء المدينة الصناعية، وستكون بمثابة دفعة كبيرة للاقتصاد المغربي. ستساعد أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل، وستعمل المدينة أيضا على تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة. في المرتبة الثامنة هو إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المواضيع التي نتحدث لكم عنها نتحدث عن كيفية تحول المغرب إلى منطقة دولية لتصنيع وإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في الصحراء المغربية. هناك العديد من الشركات الكبرى التي أعلنت عن إنشاء محطات ومصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، كما أبرم المغرب العديد من الاتفاقيات مع عدة دول للحصول على تمويل كبير لمشاريع الهيدروجين الأخضر. قد يمتلك المغرب مشاريع 100% مغربية في هذا القطاع، كما يمكنه الدخول كشريك مع عدة بلدان. في المرتبة السابعة الكهرباء بين المغرب وبريطانيا عبر كابل إكسلينكس، ويتضمن تشييد حقول ضخمة للطاقة الشمسية والريحية في الجنوب المغربي، بالإضافة إلى مد كابلات بحرية طويلة. سيوفر هذا المشروع الإنارة لأكثر من 7 ملايين منزل في بريطانيا، وتصل تكلفته إلى أكثر من 24 مليار دولار. هناك أيضا خط كهرباء آخر تم التوقيع عليه مع البرتغال، وقد تعلن عن مشاريع أخرى في المستقبل. في المرتبة السادسة مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط. يجري حاليا بناء ميناء كبير في مدينة الناظور، ومن المتوقع أن يكون ثاني أكبر ميناء في المغرب، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2025. وستصل الطاقة السنوية للميناء إلى 7 ملايين حاويات، وتكلفة بنائه ستصل ل10 مليارات دولار. وسيستفيد الاقتصاد المغربي بشكل كبير من الميناء غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث سيزيد الصادرات ويجلب المال للوطن، بالإضافة إلى أن الميناء سيزيد فرص العمل والنمو الاقتصادي الإقليمي لجهة الشرق. في المرتبة الخامسة مشروع توسعة مطارات كبرى في المغرب، من ضمنها توسعة مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء. ومن المنتظر أيضا أن يتم الشروع قريبا في تطوير وتوسعة مطار مراكش المنارة الدولي، الذي من المتوقع أن يصل عدد المسافرين به إلى 12 مليون مسافر في عام 2030. وأطلق المكتب الوطني للمطارات مسابقة معمارية لمتابعة التنفيذ، وتم تخصيص حوالي 58 مليون درهم لأعمال التوسعة لرفع مساحته الإجمالية إلى 120 ألف متر مربع. يتوقع المكتب الوطني للمطارات استقبال مطار الرباط 4 ملايين مسافر سنويا،
مع بناء وتجهيز محطة جوية جديدة بمطار العاصمة الرباط. المرتبة الرابعة، القطب المالي هو أول مركز استثماري كبير في إفريقيا وأول مركز مالي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. يعتبر محوراً اقتصادياً وشريكاً لأكبر المراكز الاقتصادية العالمية. تم إطلاق مشروع القطب المالي في الدار البيضاء لتسهيل الأعمال للشركاء الدوليين وتوفير البيئة المناسبة وتجهيز الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في إفريقيا وتبادل الخبرات بين دول العالم. يمتلك المشروع حالياً 15 شراكة مع أكبر المراكز المالية العالمية، وتم التوصل إلى 21 اتفاقية شراكة لرعاية الاستثمار في عدد من الدول الإفريقية. يضم المركز 200 شركة تعمل في نحو 50 دولة إفريقية، ويعزز دور مدينة الدار البيضاء في الريادة المالية. تأتي المدينة في المركز 54 عالميا في القيادة المالية، وتحتل المركز الثالث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دبي وأبو ظبي. كما تصنف الدار البيضاء كرابع أفضل وجهة للاستثمار في إفريقيا، وتحتوي حاليا على أكبر بورصة في شمال إفريقيا، وتنتج 33 من الصادرات الصناعية في المملكة المغربية. في المرتبة الثالثة، مشروع تمديد خط البوراق في مدن جديدة. يستعد المغرب لتمديد خط القطار السريع البوراق، حيث يشمل التوسع بين مدينتي مراكش وأكادير ومن الرباط إلى مراكش عبر مطار محمد الخامس. في الدار البيضاء، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق مناقصة عامة لإجراء دراسات التصاميم الأولية المطلوبة لهذا المشروع، بما في ذلك البنية التحتية والهندسة المدنية ومعدات السكك الحديدية وأنظمة تشغيل القطارات. سيتم إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة. تعزز هذه المشاريع المهيكلة الكبيرة التكامل بين مناطق المملكة، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. في المرتبة الثانية، مشروع تطوير الملاعب في المغرب. يشمل بناء ملاعب جديدة قبل كأس العالم 2030. فالمغرب يستعد لبناء ملعب جديد في مدينة الرباط، حيث تجري الآن أعمال سريعة فيه. كما تجري الآن أعمال في ملعب الدار البيضاء الكبير، الذي من المتوقع أن تصل سعته إلى 105,000 متفرج، مما يجعله ثاني أكبر ملعب في العالم. سيتم أيضا إصلاح ملاعب أخرى مثل ملعب مراكش وملعب أكادير. وبالنسبة لملعب طنجة، فقد تبقى لها القليل حتى ينتهي العمل فيه ليصبح واحدا من أكبر الملاعب في أفريقيا. في المرتبة الأولى، يبدو أن المغرب يسعى لرفع من المستوى الصناعي من خلال طائرته الجديدة، حيث تعتزم المملكة المغربية إنتاج أول طائرة تجارية خاصة بها في عام 2030، لتكون بذلك أول دولة عربية تنجح في هذا المجال. يأتي هذا في إطار تقدم ملحوظ للمغرب في صناعة الطيران، حيث ارتفعت مرتبته في هذا القطاع عالميا إلى المرتبة 20، وفي جذب الاستثمارات إلى المرتبة 15. اليوم يستطيع المغرب بسهولة تصنيع أي جزء من أجزاء الطائرات، ونجد أن المغرب أطلقت مؤخرا مصنعا متخصصا في تصنيع جزء من محرك الطائرة الذي تصنع فقط في 5 دول على مستوى العالم. هذا يؤكد أن صناعة الطائرات في المغرب ليست جديدة، حيث أظهرت تطورها خلال السنوات الأخيرة من خلال جذب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. ضمن برنامج اقتصادي يهدف إلى توطين صناعة الطيران، أظهرت البيانات المغربية أنه تم إنشاء أكثر من 140 شركة في قطاع الطيران بين عامي 2019 و2020، وكانت صادرات المغرب من صناعة الطيران تقدر بنحو 2 مليار دولار. وفي عام 2021 افتتحت شركة لوبستون الفرنسية مصنعا في الدار البيضاء لإنتاج أجزاء ميكانيكية عالية التقنية في صناعة الطيران، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية مع شراكة سابكا البلجيكية وبيلاتوس لتصنيع هياكل طائرات بيتولا. قامت المملكة بإطلاق حملة للترويج لقطاع الطيران المغربي لدى المستثمرين الأمريكيين، وذلك كله من أجل هدف كبير جدا يسعى كل مغربي لتحقيقه. ينبغي أن تتمتع جميع الصناعات الثقيلة بختم ميد إن موروكو، والذي لا يمثل فقط علامة تجارية، ولكنه أيضا يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي تم إعلانها من قبل الملك محمد السادس من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز صناعات رائدة باستخدام الموارد والكفاءات الوطنية المغربية. تم إنفاق الكثير من الجهد والوقت في هذه الصناعات التي تصل إلى أعلى المستويات، حيث تم تصنيع أول طائرة بمدى طويل بالفعل. وفي هذا السياق قامت شركة سابكا بإطلاق مصنعها الجديد في محيط مطار الدار البيضاء بعد مرور 15 شهرا على توقيع اتفاقية مع بلاتوس لبناء هياكل طائرات بي 12.
وقد أكدت الشركة البلجيكية وشركتها الأم أوريزيو على الاستقرار المستمر في المغرب بشراكتها الموثوقة في قطاع الطيران والفضاء. في منطقة بمدينة الدار البيضاء تم تمديد مساحة تبلغ 12,075 مترا مربعا، وهو دليل على قدرة المغرب على إنشاء قاعدة تصنيع طيران ذات جودة عالية وتنافسية قوية. وتؤكد الإحصائيات الدولية تؤكد على ازدهار ودينامية هذا القطاع في المغرب، حيث زاد حجم صناعة الطيران ب6 مرات. تم بدء مخطط المغرب لتصنيع طائراته الخاصة منذ منتصف عام 2000 بتحديد استراتيجية للتطوير الصناعي ووضع الطيران كصناعة تحظى بأولوية التطوير. فكانت الخطوة الأولى في توفير بيئة استثمارية ملائمة للشركات المصنعة في المغرب، حيث قدمت حوافز استثمارية ومشاريع مهيكلة لتعزيز السلسلة الإنتاجية. وقد تضمنت هذه الإجراءات حوافز ضريبية وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للشركات الأجنبية، فضلا عن استثمارات في مناطق صناعية ومعاهد للتدريب العمالة المؤهلة علميا ومدربة مهنيا في قطاع الطيران. تم تصدير الخبرات التقنية من شركات غربية إلى العمالة المحلية في المغرب، وتخرج هذه العمالة من مراكز تدريب خاصة. ويتوفر المغرب الآن على منظومة متكاملة بما في ذلك هندسة الطيران. وفي النهاية